السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض روتين هوريكم بقى ايه تنظيف المطبخ، التنظيف العميق يعني اللي هو من الاخر بقى، عشان دخلت رمضان علينا ان شاء الله ينعاد عليكم وعلينا بالخير. كل سنة وانتم طيبين. كده بقى كنت بوريكم شكل المطبخ في الاول عايزة اعمل ايه، وهغسل المواعين وهشيل كل الحاجات دي واغسلها، وهعمل المطبخ من فوق، يعني السيراميك بتاع المطبخ من فوق، والمطبخ نفسه هعمله برضو هغسله من بره كده الخشب بتاعه. وكل الحاجات دي مش هنزلها طبعا لان انا كنت لسه منزلاها من قريب ومغلفاها كده من فوق عشان التراب، عشان ما تتطربش يعني. يدوب ايه بشيل بس اللي انا حطاه عليه من فوق ده وبغيره وخلاص. على كده حتى ظهر المطبخ برضو بعمل كده، بحط عليه من فوق اللي هو المفرش بتاع اللي بيتباع ده، المفرش بتاع السفرة، بقطعه كده واروح ملزقاه على المطبخ من فوق، فبيحفظ لي المطبخ وما بيخليهوش مدهن ولا اي حاجه. وعايزه برضو اشيل الحاجات اللي تحت دي، الحاجات دي ملهاش اي 30 لازمه وفعلا سكه خالص. انا كنت جايباهم عشان يقفلوا المطبخ، عشان ابني وكده بيقعد يخش ويخرج حاجات من الظرف ومش عارف ايه. فهي بصوا يعني سكه خالص، ملهاش اي 30 لازمه، يعني مسافه ما بيعمل كده بيفتحها. فهشيلهم بقى لان هم مبوخين شكل المطبخ. هحاول ان شاء الله نشيلهم مع بعض. وده البوتاجاز طبعا عايز يتعمل عاملة برضو من الاخر، من جوه بقى ومن بره الفرن ومن فوق وكله يعني. هعمله دلوقتي مع بعض وهتشوفوا الفرق، يعني فرق شاسع. بصوا برضو الفرن من جوه شكله عامل ازاي. طبعا انا بنضف المطبخ على طول وكده، بس الواحد بيحب قبل رمضان يعمل بقى ايه العملة اللي هي التنظيف العميق ده، عشان طبعا في رمضان بيبقى يدوب وقفتك على قد الاكل وبس، اليوم بيبقى ضيق. وعايزة اشيل المسامير دي. انا كنت عاملاه بمسامير الليد ده، كنت عاملاه بمسامير بس الحقيقة شكله بايخ ومعرفتش اعمله حلو يعني، وحتة نازلة وحتة طالعة. فقلت بقى هشيل المسامير دي والزقه بقى، يعني يبقى شكله اشيك وما يبقاش باين برضو. يعني انا كنت في الاول عشان كنت مستعجلة فكنت عايزة اعمل ليد في المطبخ، واللي كان قدامي كانت مسامير، ما كنتش عندي لزق بقى ولا كده. فقلت عملته بمسامير وخلاص، اللي هو ايه الجيش قالك اتصرف يعني. فروحت جايبه المسامير والشاكوش وقعدت اخبط وارزع لغايه ما طلع بالشكل ده. اي نعم كان بيدي اضاءه حلوه، بس الشكل العام ما كانش حلو، ما كانش مريحني. فقررت ان انا ايه الزقه، وان شاء الله هنلزقه برضو مع بعض. دلوقتي بقى ايه بفضي الحوض زي ما انتم شايفين كده. فضي الحوض الاول وبعدين ايه ابدا بقى ايه واحده واحده اشوف ورايا ايه كده وهعمل ايه، وكله معاكم. يلا بقى يا ريت تتشجعوا كده لو بتتفرجوا عليا، وبعد ما تخلصوا الفيديو تقوموا برضو تشوفوا اللي وراكم وتعملوه. خلاص رمضان على الابواب وباقي عليه ان شاء الله ان شاء الله اسبوع. كل سنه وانتم طيبين، والامه الاسلاميه كلها يا رب بخير، ينعاد علينا وعليكم بكل خير يا رب. طبعا التنظيف ده يعني الواحد على طول بيعمل في المطبخ وكده طول ما هو واقف، بس بقولكوا تنظيفة رمضان دي بتختلف طبعا، لان في رمضان اليوم قصير وبيبقى يدوب على قد الاكل بس، الاكل والشرب وخلاص. على كده الواحد بعد الفطار بيبقى مش قادر بقى. هنا كنت بحضر المية اللي هعمل بيها السيراميك، حطيت فيها شوية كلور، والكلوريكس المنظف ده حلو جدا جدا، خصوصا اللي بالليمون ريحته تحفة. وشوية مسحوق المواعين بريل او اي حاجة عندك يعني، بس مش كتير عشان ما يرغيش. انا عندي سيراميك نضيف لان انا على طول ايدي فيه، يعني على طول بعمله وانا واقفه كده، فهتلاقوا سيراميك نضيف يعني. انا عندي المساحه دي حلوه قوي قوي، وبجد سهلت عليا كتير عمل السيراميك خصوصا اللي فوق المطبخ، فدايما بجيبها. هي قصدي عندي، وانا واقفه كده بروح بلاها واروح ملمعه بيها. والتانية اللي هي التركواز اللي شفتوها دي بنشف بيها. هنا قلت اشيل الفلاتر بتاعه الشفاط، اعملها الاول بلاستر. الاستر ده فظيع. بصوا دلوقتي هتشوفوا هيعمل ايه في الدهون. قلت ارش عليها كده عقبال ما اخلص المطبخ من فوق، يكون عدى 10 دقايق ولا حاجه، اغسلهم على طول. لان انا قبل كده يعني هو حلو قوي قوي، بس ما تسيبوش على حاجه كتير، لان انا قبل كده سيبته يوم بحاله في الفلاتر دي، في البتاع ده مش عارفه اسمه ايه البتاع دي، الشبك ده. سيبته عليها قبل كده يوم بحاله، والحقيقه ان هو بوظهالي، يعني بوظلي شكلها. فقلت بس دلوقتي اعمله كده 10 دقايق وانا واقفه عقبال ما اخلص المطبخ من فوق، يكون هو خلاص الدهون باشت، انزلها بميه سخنه وخلاص على كده.
هنا بقى هبتدي امسح من فوق المطبخ زي ما انتم شايفين كده، اللي هي لونها فسفوري دي اللي ببلها وامسح بيها، التانية بقى بنشف بيها. عشان كده بقولكم مش عايزة المطبخ يرخي، يعني المية تبقى مرغية قوي، لان السيراميك اصلا نضيف، انا لسه كنت عاملاه من قريب، فاللي هو بس ايه هلمع كده يعني اهو. طبعا البتاع دي هتلاقوها من ورا كده لونين، لان هي كانت اتقطعت البتاع بتاعتها دابت واتقطعت، اللي هي بتمسكها من ورا دي. فانا فكرت قلت طب اروح اشتري واحده تانية ب30 جنيه، غيار تاني اللي هو الغيار التاني ب30 جنيه، كان زمان ب15 جنيه، دلوقتي بقى ب30 جنيه اللي هو زي ده. فقلت على ايه يعني، كان عندي بقى حتت مطبخ كده، الفوط بتاعه المطبخ دي رحت مقطعاها حته مربعه كده على قدها، ورحت مخيطاها فيها وبقت زي الفل وقضت الغرض وكله تمام. زي ما انتم شايفين كده بقى بنشف الميه، لان ما ينفعش تسيب الميه على السيراميك كده بيبقع، لازم تنشفي الميه من على السيراميك، مينفعش اعمله بالميه كده او المعه كده بميه وخلاص، لازم انشف الميه علشان بيبقع كده ويلحوس كده، بيبقى شكل السيراميك ملحوس مش نظيف يعني. هنا بقى كنت بنشفها اهو زي ما انتم شايفين، واللي انا يعني المكان اللي بعمله بنشفه على طول في نفس الوقت، علشان ما ادلوش فرصه ان الميه تنشف على السيراميك اهو زي ما انتم شايفين كده. بعمل جزء جزء واروح منشفه، اعمل جزء جزء واروح منشفه. طبعا الحاجات دي بتسهل علينا كتير قوي 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 في رمضان، ان انتي يعني غير ان دخلت رمضان بتبقى يعني طبعا حاجة كويسة قوي لينا كلنا وكلنا مبسوطين. فالواحد ما بيحسش فعلا برمضان كده لو هو واقف بقى في المطبخ كده والمطبخ نضيف كله، كل حاجة فيه لازم تبقى بتبرق كده، عشان فعلا ما بيبقاش فيه وقت، يا دوب الواحد بيصحى من النوم هيصلي يخش يعمل الاكل شوية وهتلاقي هوبا المغرب اذن، خلاص بقى يعني مفيش اي وقت، اليوم قصير جدا وشهر بيجري بسرعة رهيبة. بس هنا كنت عملت المكان ده كمان اهو، هبتدي بقى انشف اهو ورق السفرة، المفارش بتاعت السفرة اللي انا بقولكوا عليها، هي لزقاها فوق المطبخ، بلزقها كده ببلاستر بلزقها ببلاستر كده من فوق المطبخ، بدل ما اسيب المطبخ كده يدهن بقى واقعد ادعك فيه جامد وبتاع لما اجي انضفه. لا الحقيقة ان انا بحط المفرش ده كده وبروح ما اجي بقى انضف المطبخ اروح شايله المفرش ده رمياه وحاطه واحد جديد، وبيبقى المطبخ من فوق زي الفل ما فيهوش اي حاجه. برضو الكراتين اللي انا حطاها فوق دي فيها حاجات، اللي انا حطاها فوق المطبخ دي فيها حاجات كلها من فوق برضو عشان الكرتونه ما تبوش وما تبصش، حطالها برضو نفس الحكايه لازقه عليها المفارش دي. هنا بقى بصوا اللاستر خطير ازاي، شايفين الدهون، انا هنا كنت فاتحه الميه السخنه، بصوا شفتوا منظرها في الاول كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي، من غير ما ادعك ولا اي حاجه، مجرد ان انا رشيته بعد 10 دقايق اهو فتحت عليها بس الميه الدهون نزلت زي ما انتم شايفين كده اهو. ابتدي بقى ايه ادعكها كده، شلت طبعا الليفه بتاعه اللي انا بغسل بيها المواعين، شلتها على جنب اهي جنبي، وخدت ليفه تانية من الليف اللي انا بحطها جنبي دي، واعمل بيها بقى بقيه المطبخ بقى والحاجات اللي انا هعملها. اهم حاجه ليفه المواعين ما نجيش جنبها عشان دي بتاعه المواعين، انا دايما بعمل كده، الليفه اللي بتدوب عندي ما برميهاش، يعني هي دابت يعني بتاعه المواعين دي خلاص قربت تدوب، بس انا قلت اغيرها بقى خلاص يعني كلها كام يوم كده ورمضان احط بقى كل حاجه جديده بقى، فلما بتدوب ما برميهاش، بروح مخلياها عندي كده جنبي كده على الحوض، عايزه اغسل حاجه عايزه اعمل حاجه بتاع، ما اغسلش طبعا بليفه المواعين لان الليفه بتاعه المواعين للمواعين اهو. بقى هبتدي كده اغسل فيهم تاني واحده. حقيقي لاستر ده اختراع، بس ريحته خنيقه بشكل مش معقول، بيخنق قوي قوي، يعني الناس اللي عندها حساسيه لو جابته خلي بالك والبسي كمامه او اي حاجه، لان ريحته فظيعه بتخنق، يعني انا كنت حاسه ان انا هفطس اليوم ده. وغير كده كمان بيحرق في الايد جامد قوي قوي، يعني متغلطيش غلطتي كده وتعملي من غير جلافزات، الجلافزات بتاعه المطبخ دي انا عندي الجلافزات اللي هي التقيله بتاعه المطبخ دي، بس الحقيقه ان انا ما بعرفش اتعامل بيها خالص، ايدي رفيعه وبتفضل تقع من ايدي، وبحس ان انا يعني ان انا مش ماسكه الليفه، مش بعرف ما بعرفش بستحمل بقى، يعني ايدي ضوافري بتبوظ وايدي بتتحروق من جنب الضوافر كده والجلد بيطلع فيها وبيبقى شكلها مش حلو،
بس انا للاسف ما بعرفش، بس لازم اتعود يعني، ولازم اتعلم اعرف، لان الحقيقه يعني ان ايدي باظت واتحرقت كتير قوي من اللاستر ده، لاني بعمل البوتاجاز بيه، وعملت ورا البوتاجاز بيه الحيطه بتاعت ورا البوتاجاز. بص هو اصلا كده كده يعني المطبخ نضيف يعني الحمد لله، عشان انا ايدي فيه على طول، بس برضو الواحد بيحب يعني يعمل على طول مطبخ كده قبل رمضان يعني، ولازم نحس كده بالنظافة وريحة الصابون بقى والرغاوي والحاجات دي. هنا انا كنت بشيل العيون بتاعت البوتاجاز عشان اغسلها، بس اللي هي اللي تحت دي اللي انا وريتها لكم، اللي هي دي نضيفة، فدي انا ما بغسل يعني، لان انا على طول بغسلها. دلوقتي مش هغسلها، لان هي زي ما انا وريتها لكم كده هي نضيفة يعني كأنها لسه جديدة. مش هرش عليها لاستر ولا حاجة، برش بس لاستر، طبعا مش برشه على الازاز، برشه على الحتة الاستانلس دي بتاعت العيون، الازاز لا. اهي شايفين العيون شكلها عامل ازاي؟ هتشوفوها بقى لما تتغسل هيبقى شكلها عامل ازاي. دلوقتي انا قلت بقى ارش على البوتاجاز لاستر كده برضو 10 دقايق عقبال ما اعمل المطبخ بقى من فوق، المطبخ نفسه الخشب نفسه اعمله من فوق، ارش على البوتاجاز كده عشان يكون عدى برضو 10 دقايق، واروح غسلاه اول ما اخلص اللي فوق على طول. طلعت بقى الشبكة بتاعة الفرن واللي هي التانية دي الصاجة، والصاجة اللي جوه دي لسه برضو قلت دي مش راضية تطلع، فرشيتها وهي جوه، ورشيت كده على البتاع من فوق وخلاص. هنا بقى كنت هعمل المطبخ اهو من فوق، رش على المطبخ كده رشة زي ما شفتوا كده، عشان هي دي بس اللي انا برش عليها، هي الوحدة دي واللي جنبها البيضة دي، لان هم دول اهم دي ودي اللي برش عليهم بس لاستر، لان دول اللي فوق المطبخ اللي فوق البوتاجاز على طول، فدايما الدهون والطرطشه وكده بتطلع عليهم يعني. وهنا قلت ارش رش على دول عقبال ما اخلص برضو يكون ايه خلاص الدهون اللي فيهم ساحت، ابتدي بقى اغسل فيهم على طول. اهو هنا هو هغسل بقى، يعني حقيقي لاستر ده مش بيخليكي ان انتي تحتاجي تقعدي تدعكي يعني، لا هو بالليفه على طول وخلاص. هنا بقى كمان قلت اعمل يعني الجزء اللي فوق كله، بما اني خلصت السيراميك فاعمل بقى الخشب برضو بالمرة، يبقى كده خلاص خلصنا الجزء اللي فوق. ولان الفيديو طويل يعني انا يعني الفيديو لقيته هيبقى طويل قوي قوي عليكم، يعني اكتر من ساعة ونص، لاني عملت المطبخ كله، يعني انا مش عارفة انتم متخيلين ولا مش متخيلين يعني، فلقيته طويل جدا جدا، فرحت ان شاء الله هعمله لكم على فيديوهين هنزلهم ورا بعض. فيعني هعمل لكم المطبخ تنظيف العميق بتاع المطبخ ده على جزئين ان شاء الله ينزلوا ورا بعض، عشان ما اطولش عليكم يعني المدة بتاعة الفيديو. وانا كده كده اصلا يعني مش هعمل كله في وقت واحد، يعني انا مش هعمل المطبخ كله في يوم واحد، انا هعمله على يومين. فانا اصلا كنت خلاص يعني انا دلوقتي بسجل لكم بعمل لكم بعمل المونتاج بتاع الفيديو، وانا خلاص خلصت المطبخ، بس انا عملته على يومين طبعا مش يوم واحد، مكنتش هقدر. الجزء اللي فوق ده عملته في يوم، والجزء اللي ان شاء الله هوريهولكوا بقى اللي هو لتحت عملته في يوم تاني يوم، لان يعني كان كله يوم واحد كان هيبقى صعب قوي يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده، بصوا شكل المطبخ بقى عامل ازاي، شفتوا الاول كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. حلو قوي بجد لاستر، وبيريحني ما بيخلينيش اقعد ادعك ادعك ادعك، لا هي رشه واسيبها شويه وبعد شويه بمسح عادي يعني. يعني أنا لو بمسح بالفوطه بتاعه المطبخ متخيلين الدهون بتتشال. وزي ما شفتوا كده في الشفاط البتاع ده، اول ما حطيت الميه السخنه الدهون نزلت على طول. اللي هنا كنت بحاول اشيل اللزقه دي بتاعه اللي تحت دي، بس هي ما اتشالتش اكتر من كده يعني ما رضيتش تطلع. وهنا بقى هو بغسل الشفاط نفسه. اهو زي ما انتوا شايفين كده، واخلص بقى الشفاط واعمل باقي المطبخ من فوق، وبعدين ننزل بقى نشوف ورانا ايه. الضرفة دي كمان بتبقى مدهننة، لاني بحط فيها بقى الزيت والحاجات دي،
فاكتر واحدة برضو هي واللي فوق دي، هي والموف دي بيبقوا متبهدلين. انما بقى الاتنين التانيين لا يعني بيبقوا نضاف يعني الى حد ما يعني، لان هما كمان بعيد عن البوتاجاز، انما الاتنين دول فوق البوتاجاز على طول. كمان انا مبشغلش شفاط كتير، معرفش ليه، بس تقريبا بنسى. يعني الحقيقة فعلا انا مبشغلش شفاط كتير، بس باين بنسى يعني، ممكن بعد ما اعمل الاكل بقى اللي هو ايه ده، انا كنت المفروض اشغل الشفاط، بس بنسى. بس لا بقى اشغله بقى بعد كده ان شاء الله يعني، اشغله في رمضان. الضرفة دي اتكسرت مني انا، كان ادم كان عمال يزن جنب مني، وزن زن زن زن، وانا يعني زن فظيع بقى. واليوم ده كنت مصدعه وتعبانه، علشان ما تنرفزش عليه هو وزعق وكده. مش عارفه كنت بفتح الضرفه دي بجيب منها ايه، رحت دب كده رزعاها بايدي و... ودي كانت النتيجه يعني، ان الضرفه اتكسرت. انا اللي زعلت يعني هو عادي خالص ولا كأن حاجه حصلت، وانا اللي زعلت. الحقيقة ان هما يعني ربنا يكون في عون كل ام يعني، ويرزق يا رب كل مشتاق، بس هما ساعات بيخرجوا الواحد عن شعوره يعني، خصوصا لما يبقى الزن غير مبرر. يعني مفيش اي مبرر او اي داعي ان هو يزن. هو يا ماما انا قررت ازن فهزن، فبتبقى حاجة وحشة قوي بقى. وخصوصا لو واقفة في المطبخ وبتعملي حاجة، بتعملي الاكل وفي نفس الوقت عينك عليه، لان خايفة برضو حاجة تقع عليه ولا كده، فبتبقى لهوجة. فلا يعني نرفزني حقيقة اليوم ده، رحت رزع ضرفة المطبخ. اصل هرزعه هو بحاجة فهتيجي جامدة، فالرزعة جت في المطبخ فكان بالشكل ده. وطبعا بقى يعني الواحد ولا بيضرب ولا بيعمل اي حاجة، انا كبير يا اصوت سويتين كده وخلاص. لا والله يعني حقيقي جيل منيل ب60 نيلة. الواحد كان زمان كانت مامتنا بس تبصلنا بصة كده، اللي هو الزغرة دي خلاص يعني، خلاص يعني اللي هي خلاص احنا فهمنا ان في خطر يعني، بعد الزغرة دي ربنا يستر. انما الجيل المنيل ده الواحد يصغر يبص يعمل مفيش حتى يعني، مش عارف يعني، يمكن انا كل اللي حواليا بيقولوا انت اللي مدلعاه انت اللي مدلعاه يعني، مش عارفه هم عايزين تقريبا اضربه، بس يعني ما بيحصلش. يا ممكن يعني عارفين اضربه، بس بتبقى ضربه خفيفه اللي هي ايه، لا ما تعملش كده تاني، دب دب كده على ايده وكده يعني، كده وكده كاني بضرب يعني، بس انا ما بضربش بيصعب عليا. هو برضو بيبي يعني، لا حول ولا قوه، اضربه ليه؟ ربوا عيالكم تربيه كويسه واشبعوا منهم بكره يكبروا ونقول يا ريتنا كنا خليناهم في حضننا شويه. الواحد بيجيله وقت ويزهق من الزن ومن اللزقه ومن ان انتي مش عارفه تعملي حاجه وكده. وانا كتير قوي بفكر بالطريقه دي، اللي هو انت لازق فيا قوي ومش عارفه اعمل حاجه ومش عارفه اروح في حته. ده لو دخلت الحمام بيقف لي على باب الحمام يقعد يخبط لي على الباب، حقيقي ببقى هتخنق. بس لما بفكر في الموضوع شويه، اللي هو ما كلها كام سنه وهيكبر ومش هيبقى محتاجني، وكلها كام سنه وهيكبر وانا اللي هبقى بتحايل عليه يجي يقعد معايا شويه، فاشبع منه دلوقتي. لو انتوا معترضين على كلامي قولولي، ولو يعني معايا حق برضو قولولي. الحقيقه يعني ان احنا المفروض نشبع منهم على قد ما نقدر، لان هم شويه بقى وهتلهيهم برضو الدنيا والحياه، وبكره يبقى عنده صحاب ويخرج ويروح ويجي، مش هيبقى محتاجني خالص. ربنا يا رب يبارك له في صحته. هو نايم على رجلي ربنا يا رب يبارك له في صحته كده ويسعده دايما يا رب، ويجعله من الصالحين. اهم حاجه يبقى بار بينا بس ان شاء الله. هنا طبعا دي الصاجه بتاعه الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي من الدهون والحاجات اللي كانت فيها. بصوا شايفين الصابون اصلا طالع لونه عامل ازاي منها، وبصوا بقى شكلها بعدين بقت عامله ازاي، فرق شاسع. رجعت جديده، بصوا رجعت جديدة. انا كنت مبسوطه قوي في اللحظه دي يعني، لحظه ما بشيل الدهون كده من على الحاجه والحاجه ترجع كده حلوه قوي وتمام كده، ببسط انبساط رهيب. طبعا انا عارفه ان انا برغي كتير قوي يعني، بس اهو يعني اديني بسليكوا بندردش شويه مع بعض وانا بعمل المطبخ. هنا طبعا كنت طلعت الحاجات دي، كنت حطاها في الحوض، رشيت عليها الاول وحطيتها في الحوض، وبعدين طلعتها حطيتها في الطبق ده عشان الحوض يبقى فاضي واغسل فيه اللي انا عايزه اغسله يعني، اي حاجه عايزه اغسلها، عايزه اغسل الفوطه بتاعه المطبخ، عايزه اغسل الحاجات التانية دي كده اغسلها. اهو هنا بقى كنت
ابتديت اغسلهم بقى الحوامل بتاعه البوتاجاز. الحقيقه برضو ان الحوامل برضو نضيفه، لان زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات كتير جدا انا ما بخليش الحامل يقع عليه حاجه واسيبها لتاني يوم. يعني لو بعمل اي حاجه وفارت اشيل الحله دي انقلها على عين تانية، واخد الحامل احطه في الحوض هو والعين على بعضها، واروح غسلهم في ساعتها، عشان لو سبته للصبح او تاني يوم او كمان شويه الدهون بتلزق فيه وما بتطلعش، بتبقى صعبه جدا. انما لو في ساعتها كده بيبقى سهل جدا، لان بتبقى الدهون لسه سخنه، بروح حطها على طول تحت الحنفيه وبالليفه اروح غسلاها، بترجع جديده والدهون بتتشال في ثانيه. ما تسيبيش حاجتك الدهون تقعد عليها، لان فعلا بتبوظها، ودهون على دهون على دهون على دهون هتتراكم. اهو هنا بس اللي هي العين دي اللي كانت محتاجه انها تتغسل، لان دي فيها كده دواخل كده لجوه، فكانت مدهننه كده، فقلت هي دي بقى ايه اللي عايزه تتغسل. بس بصوا شكلها بقى عامل ازاي، رجعت جديد. الحقيقه ان الحوامل المنفرده دي حلوه قوي قوي عن اللي هي اللي على بعضها، تبقى مش حلوه وبحسها صعبه في الغسيل. يعني عند ماما اللي هي على بعضها دي ما ببقى عندها بتخلي الواحد محتاس كده، مش عارفه تغسلي منين ولا منين. انما دي انا بعرف امسكها كويس قوي، وببقى مالكه ان انا اغسلها يعني. هنا اهو كنت بوريكم بقى شكل البوتاجاز بعد ما اتعمل. الحقيقه ان انا كنت بعمله وكنت فاكره ان انا فاتحه الفيديو، بس طلع ما كانش مفتوح. كنت فاكره بقى ان الفيديو شغال، بس طلع ما كانش شغال، ما كنتش مشغلاه يعني وانا بغسل البوتاجاز من فوق، فورته لكم بس كده بعد ما عملته. دلوقتي بقى انا بعمل الفرن من جوه زي ما انتم شايفين كده شكله. طبعا لا يعني الحز اللي كان هناك ده بتاع الباب كان طبعا متبهدل خالص، والباب برضو ما كان متبهدل، ومن جوه برضو، فلا الحمد لله يعني ترجع زي الفل. هتشوفوا برضو دلوقتي، بصوا اهو كده، شايفين شكله بقى بيلمع ازاي؟ شايفين الحرف بتاع الباب بحرف الفرن كده كان عامل ازاي الاول ودلوقتي بقى عامل ازاي؟ بصوا الشكل. هنا بقى كنت بدخل الحاجات اللي انا عملتها، الصاجة التانية والشبكة اهو كده. خلاص الحمد لله خلصت الفرن من جوه والبوتاجاز من فوق. لسه بقى ايه، هعمل البوتاجاز بس من عند العيون كده. هشيل العيون اللي هي دي اسمها ايه، المفاتيح بتاعه العيون هشيلها، واغسل بقى البوتاجاز من تحت، المراية بتاعته. هو برضو مش محتاج دعك جامد برضو، لان انا يعني بعمله على طول. انتي لو ايدك في مطبخك طول الوقت مش هتتعبي، يعني طول ما انتي واقفه كده لمعي حاجه، اعملي حاجه، ما تخليش الدهون تتراكم على حاجه، على طول على طول ايدك فيه، مش هتتعبي خالص. الحقيقه ان انا اللي تعبني ان انا عملته كله، يعني عشان كده بقول لكم انا عملته على يومين، يعني فاهمين قصدي، ان انا عملت المطبخ كله كله من فوق لتحت، فعملته على يومين. هو ده اللي تعبني، انما مش ان هو كان فيه دهون كتير او كده. بس الحاجات دي يعني مثلا البتاعه دي انا مش بشيلها غير كل فتره. دي انا كنت بحطها كده جنب البوتاجاز كده معلقاها، وبحط فيها بتاع ده الشاي، بحط فيها الشاي، البن، اللي هي الحاجات. عارفين طقم التوابل الصيني؟ انا حاطاه في البتاعه دي بقى، حاطه فيه ورق لورا، حاطه في بتاعه الشاي والبن، حاطه فيها شاي وبن وحطهم هنا، حاطه ورق لورا، حاطه حبهان، حاطه ينسون، حاطه حاجات بقى في الحاجات اللي هي بتاعه الطقم الصيني وحطاها هنا. الطقم الصيني بتاع التوابل، عندي طقم توابل صيني كده، غير الطقم التوابل اللي انتوا بتشوفوه الازاز اللي بحطه على المطبخ على رخامه. فانا الصيني بحطه بعلقه في البتاعه دي، بيبقى شكله حلو جدا كده جنب البوتاجاز كده متعلق، يعني شكله شيك وانا بحبه الحقيقه يعني. وهستنوني بقى في الجزء بتاع ترتيب بقى المطبخ كده بقى، هتشوفوا حاجات ترتيبه وتزيينه لرمضان، هتشوفوا حاجات مفاجأة ان شاء الله، يعني ان شاء الله نعمله كده وننزله برضو قبل رمضان،
وانا بفرش المطبخ بقى هحط حاجات جديدة، وجايبه حاجات جديده هحطها معاكم ان شاء الله، وهنزين المطبخ مع بعض بقى لرمضان واستقبال رمضان، وان شاء الله كده هتتبسطوا باذن الله، وهتشوفوا حاجه جميله جدا هتعجبكم كلكم. اهي بقى هنا بقى ابتدي اعمل الحيطه اللي جنب اللي هي بتبقى جريت البوتاجاز، طلعته لقدام، طلعت البوتاجاز لقدام، وبعمل الحيطه اللي ورا البوتاجاز اهي زي ما انتم شايفين كده. وبعمل جزء جزء برضو زي ما قلت لكم، مش بعمل الحيطه كلها مره واحده وبعدين انزل، لا يعني باخد سيراميكتين سيراميكتين كده، يعني سيراميكتين بالعرض وبالطول، ممكن 3 4 سيراميكات. مش عارفه انتوا فاهميني ولا مش فاهميني، بس انا بحددها كده عشان ابقى عارفه ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش. يعني مش يعني لو فاهمين قصدي قولوا لي في الكومنتات، فاهمين مش فاهمين برضو قولوا لي. يعني اللي هو ايه، انا بحدد من بالطول 1 2 3 3 سيراميكات، الثلاث سيراميكات دول اتعملوا، فانزل على الثلاثه اللي تحتيهم. فاهمين؟ يعني باخد جزء جزء كده عشان اعرف نضفت ايه بالظبط وايه اللي ما نضفش، واعرف اشوف كمان. انما انا لو خدتها تك 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 كده بالطول والعرض وزي ما تيجي، انا مش هعرف يعني ايه اللي اتعمل كويس من ايه اللي ما اتعملش، يعني او هبقى بعمل وخلاص. وانا ما بحبش اكروت، لان كده هبقى بكروت وانا ما بحبش الكروته. اهو بصوا السيراميك بقى يلمع ازاي. هو كده كده كان بيلمع اصلا، لان انتوا عارفين ان انا على طول لما بعمل بوتاجاز بعمل ورا البوتاجاز الحته اللي هي وراه دي، عشان البوتاجاز من ورا ملوش ازاز زي ما انتم عارفين، فعلى طول بعملها. وبرضو بنشف بالحته الفوشيا دي، الفوطه الفوشيا دي بروح منشفه بيها زي ما انتم شايفين كده. بس بقى يعني المره دي كنت حاسه ان ورا البوتاجاز مدهن من شويه، لان انت عارفه طبعا الواحد لما انا عارفه ان انا هعمل المطبخ قريب، فعارفه عشان انا عارفه ان انا هعمل المطبخ قريب، فخلاص انا مسحت البوتاجاز، مش شرط اعمل بقى ورا بوتاجاز، ما انا كده كده هعمل المطبخ قريب. عارفين انتوا الجو بتاع الكسل ده، اللي هو انا كده كده هعمله، هبقى اعمله بالمره. فاهمين؟ فكنت الحقيقه بقى لي كام يوم كده او اسبوع ما عملتش ورا البوتاجاز خالص، الحته اللي وراه دي. فبس بقى فقلت طبعا اعمله، وطبعا مش كل يوم بجر البوتاجاز وبعمل وراه، اصلا انا قصدي على الحته بتاعه البوتاجاز اللي من فوق، انما ورا البوتاجاز من تحت طبعا ما كنتش بعمله، لان ده جر بوتاجاز ده حوار. فلا يعني ورا البوتاجاز بجر البوتاجاز مثلا ايه، يعني كل فترة، كل مثلا 4 شهور 5 شهور بس. يعني الا اذا بقى لو حاجة وقعت بضطر ان انا اجر، يعني لو حاجة وقعت جامد يعني لازم اجر طبعا واعمل. انما طالما مفيش حاجة وكده خلاص يلا هي ماشية الحمد لله، احنا اصلا بقينا ماشيين بالزق يعني. هنا دي الحيطة اللي جنب البوتاجاز على طول، يعني كده انا عملت اللي ورا البوتاجاز ودي اللي جنب البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى ايه امسحها كويس وانشفها اهي بالفوطة الفوشيا. راحة رهيبة 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 بعد مسح البوتاجاز ده، مش بعد مسح البوتاجاز بس، بعد تنظيف المطبخ. يمكن طبعا انا بعمل الشقة كلها، بس اكتر حاجة بهتم بيها هي بصوا كنت بوريكم، شفتوا الدهون اللي كانت في دي اللي جنب وحدة المطبخ اللي جنب البوتاجاز على طول، شفتوا الدهون كانت عاملة فيها ازاي. طبعا رشيت عليها لاستر، هتشوفوها دلوقتي بعد ما امسحها. طبعا فرق يعني فرق شاسع. وبالله عليكم محدش يجيب البتاع بتاعت قفل الاطفال دي، ملهاش 30 لازمه، ما تجيبوهاش، وحشه 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 وحشه. بصوا بقى الفرق، شفتوا شكلها بقى عامل ازاي، يا شفتوا الاول كانت عامله ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي. اكيد الفرق باين حتى من الجنب كده، يعني الدهون كانت شكلها وحش قوي وكانت مصفره الضرفه من الجنب، انما دلوقتي لا باين. بصوا اهو، بصوا انا بوريكم عامله ازاي، لا فرق طبعا. انا مبسوطه. هنا بقى هي اللي انا كنت بقول لكم عليها، هجيبها بقى وارجع فيها الحاجه اهو. ده بتاع البن تقريبا، ده برطمان البن. هو ده بقى الطقم التوابل الصيني اللي انا بقول لكم عليه. وده الشاي،
متنسوش بقى تستنوني هعمل لكم الجزء التاني بتاع باقي المطبخ عشان تشوفوا بقية الحاجات اللي انا بعملها، لان كده خلاص انا كنت خلاص خلصت يعني الجزء اللي فوق كله خلاص خلصته. هبتدي بقى في الجزء اللي تحت وان شاء الله اعمله معاكم، هسجله برضو وهرفعه بعد الفيديو ده على طول علشان بس ما اطولش عليكم يعني، لاني لو عملت الاتنين مع بعض زي ما قلت لكم هيبقى الفيديو طويل قوي قوي قوي، وانا طبعا مش عايزاكم تزهقوا مني، فهعمله لكم على جزئين علشان بس ما تزهقوش. اهو بصوا شكل الطقم حلو قوي، الطقم الصيني ده انا بحبه الحقيقه وشكله بيعجبني قوي. هنا كنت خلاص اهو رصيت كل حاجه اهو، بصوا شكله فوق المشروبات وتحت هنا الشاي والسكر. هنا كنت برجع بقى الحاجات دي مكانها تاني بعد ما خلاص عملت ورا البوتاجاز وخلاص. بصوا شكل البتاع بقى بيلمع ازاي الشفاط، والمطبخ من فوق اهو كنت بوريهولكوا. بصوا استنوني بقى في الجزء